30 سنه ايه؟ الراجل عنده 44 سنه. في وسط عتمة الأحزان اللي بنعيشها في الوقت فيه ده، خبر ما ينفعش نعديه كده من غير ما نحتفل بيه كلنا كمصريين، وهو تتويج البطل المصري كرم جابر بالميدالية الذهبية، بطل المصارعة الرومانية. كرم جابر اللي احنا ما شفناش أي ميداليات ذهبية من 1948، مصر ما خدتش ميدالية ذهبية لحد ما جه كرم جابر في 2004 في أثينا، واحتفاله الشهير لما خد العلم ولف بيه الملعب. オリンピックの時もレスリング競技はグレートローマンの一種目だけだったんです。النهارده بيكررها تاني وبيرجعنا الامل، وبيقول لك ان هو بعد ما وصل 44 سنه قدر النهارده ياخد البطوله وياخد الميداليه الذهبيه، وكمان فاز 5 مباريات وفاز كل المباريات بمبدا عدم تكافؤ الفرص. عدم تكافؤ الفرص ده اللي هو الحكم لما بيلاقي واحد النتيجه بتاعته معديه والخصم خلاص هيموت في ايده بيعلن فوزه وخلاص بيعدي الماتش. ما فيش ولا واحد كسب ولا غوره، ما فيش غير البطل التركي هو اللي كسبه جولتين، كان بيكسب 8-0 امريكا، 8-0 في كازاخستان. فاحنا النهارده لازم نحتفل في البطل المصري كرم جابر اللي فعلا مش اول بطوله ياخدها. سنه 2002 حقق الميداليه الفضيه في موسكو، 2003 حقق الميداليه الفضيه في فرنسا، 2004 خد الميداليه الذهبيه واحتفاله الشهير في اثينا، في 2012 برضه كان هياخد البطوله الذهبيه بس حصل خطا تحكيمي فادح جدا، قدر في وزن 84 كيلو ان هو ياخد الميداليه الفضيه، كان خطا تحكيمي. لو كان رجع خد الميداليه الذهبيه تاني. كرم جابر بعد ما اعتزل في 2016 وبطل المصارعه رجع تاني وجهز نفسه وقدر يدخل البطوله وياخد الميداليه الذهبيه للمره الثانيه في تاريخه. كرم جابر بيثبت لنا، بيقول لك معنى الاراده. احتفلوا بكرم جابر، شيروا الفيديو، اكتبوا له كومنتات، وجهوا له رساله. انا لسه قاعد مع واحد صاحبي بكلمه بيقول لي والله ما بقتش قادر على الجري والتعب، انا 30 سنه